السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الفراخ المشويه في الكيس الحراري، وشوفي طريقتها جميله ازاي. لا هنسلق ولا هنحمر ولا اي حاجه، في حاجه واحده بس وتطلع بالمنظر الجميل ده. والصوص بتاعها اهو. وعملنا غدا ملوخيه ورز بطريقه جميله اهو، واحده وواحده اللي كل المصريين بيحبوه، والاكل العادي يعني. بس هي الطريقه بتاعه ودي السلطه المصريه بتاعتنا، بس الطريقه هي بتاعه ازاي تعمليه في الكيس الحراري ويطلع ناجح وجميل ومستوي. وهو خد يعني حوالي 40 دقيقة كده يعني، او حسب يعني الفراخ بتاعتك كبيرة او صغيرة. هي دي متوسطة. شوفوا جميلة ازاي، مستوية خالص، مش مهرية ولا مش مستوية يعني، ولا فيها حاجات مدممة ولا حاجة، ولا هننقعها ولا هنخليها 6 ساعات. يعني لو ضيف عندك هوب هاتي وتبلي وحطي في الكيس الحراري وهتدوقي طعم خيال خيال فعلا. ولا تنقعيها في الحاجات اللي هنحطها معانا بقى في التتبيلة. بنجيب بصل، بناخد البصل وادي الكيس الحراري اهو، اي نوع اللي هو الاحجام الكبيرة يعني. هو ده مكتوب عليه 35 في 43، بيبقى في السوبر ماركت. وتحطي فيه كل حاجة يعني، مش بس فراخ، حتى لو في سمك لحد يكون اطفال عايزة تديهم سمك اهو، بنجيبه بنغسله كويس وبننقعه في مية وملح وليمون وحبة دقيق، ونطلع منه الزفارة اللي بتبقى في الوراك، وبنشيل الحتت اللي هي زي كده السمينة، وبنشيل اسفل الورك برضو، وبنشفه كويس. وفي ناس بتحب تشيل الجلدة تشيلها عادي، واللي ما بتحبش برضو بتخليها عادي برضو. انا في يعني كام واحد شلت الجلدة منه. وبنبتدي نديله كام شق كده اهو في كل الاوراق اللي معانا. وبرضو لو معانا صدور هنعملها بنفس الطريقة. بنجيب منديل وبنشفها بيه، وعشان نتأكد ان هي ما فيهاش مية ونضيفة خالص يعني، عشان المية بتاعة النقع وبتاعة الزفارة ما بتبقاش ليها اثر. طبعا الاماكن دي اللي انا بمسكها بتبقى فيها حاجات زفرة، احنا دعكناها كويس ونقعناها كده لمدة ربع ساعة، وبقت زي الفل وبتلمع اهي وزي الفل. على فكرة دي فراخ مجمدة، عشان ايه يعني نبقى مع بعض يعني. طلعتيها من تلاجتك وتنقعيها وزي الفل. هنجيب هنا حوالي 4 طماطمات بنبشرهم، وبعد ما ابشرهم بضربهم في الخلاط واحطهم على النار ياخدوا كده حوالي 5 دقايق، وبحط لهم ربع معلقة سكر صغيرة وملح وفلفل ونص كوباية زيت. وبندق كمان حوالي 3 فصوص توم او 4، هنخليه كده على جنب. وهنحط طبعا البهارات بتاعت الفراخ، بنحط ملح، بنحط ده توم باودر، مش هنحط بصل باودر عشان معانا بصل هنعصره. بنحط فلفل. والطريقة دي لو عملتوها تطلع جميلة جدا يعني. هي تكة بسيطة اللي بنعملها في الطماطم. شوفوا قلتلكوا عملنا ايه، ودي حطينا هنا دي بهارات فراخ. وانا عندي هنا الروزميري واللورا والحاجات دي من بدري، بقول لكم ان انا طحناها مع بعض، وجوزة الطيب وحطيت حتتين هنا. حطينا عصير البصل اللي عصرناه، وحطينا حتتين مستكة يعني فصين مستكة، بس ايه الفيديو كان سريع ما بانوش. وبنحط دبس رمان خفيف عشان ايه، ما هنحطه بقى في الكيس الحراري. ما ده معلقة لبن بنحطها برضو عشان يدينا الحمار الجميل ده. وهنقلبه كويس مع بعض. والثوم كده خليناه على جنب، بقينا في الفتحات دي نحط حتت صغيرة كده صغيرة. دي بقى مع الكيس الحراري مع التسوية بتدوب، وبتديكي مع التتبيلة دي بتديكي طعم بيروح بيه في حتة تانية خالص، بتبقى جميلة جدا. وهنتبلها بالصوص اللي احنا عملناه ده. وشفتوا طريقته سهلة جدا جدا، وحاجات من البيت، لا هنروح بره ولا هنجيب اي حاجة. وبنقلبها كده فيه، ومش هنخليها لا ساعة ولا 6 ساعات ولا حاجة. في ساعتها كده هنجيب كيسنا، واهدي كمان معلقة اللبن كبناها عليها، وبتبقى طريقة جميلة خالص وحلوة. وبنجيب الكيس بقى بتاعنا
بعد ما بنستناش ان هي تقعد وتشرب التتبيله، لانها هي اما تدخل النار هتشرب، وهتبقى الاكتر من نص ساعه قاعده موطيين عليها، او يعني تدوسي تضغطي عليها كده بس تخلي بالك من الكيس. هنا طلعنا الكيس اهو، ودي بتبقى بتيجي مع الكياس الرباط اللي بنربطه بيه. مثلا لو 5 اكياس بتبقى فيه كده قطعة فيها 5 قابض اللي بيربطوا بيه، زي الحاجات اللي بنشتريها. ويعني وممكن برضو لو عندك دقيق ترشي، لو لسه اول مرة تعفري الكيس كده بالدقيق عشان ما يلزقش فيه، لو انت اول مرة هتستعمليه ومش هتعرفي مثلا وقت التسوية او استوى ولا لا، او اول مرة يعني لازم تعفري الكيس بشوية دقيق. فانا بقيت مخليه بالي بقى عشان ما كانش ما عندي دقيق. هنبتدي يعني الواحد بيتصرف، هنحطه كده ونرصه بقى، نرصه كويس في الكيس بحيث ان كل واحدة تاخد ايه راحتها في الكيس عشان التسوية توصل للكل. والصوص بتاعنا بنكبه فوقيه. ممكن بقى لو عندك بطاطس، بصل وبطاطس، خضار مشكل، اي حاجة بتحبي انت بالفراخ، الاكلات دي تحطيها جوه الكيس، وتبقى بالمرة اكلة، اكلة جاهزة كلها بالمرة، بالفراخ بالصينية البطاطس بكله، او كوسة او اي خضار انت بتحبيه تحطيه معاه، لانه هيشرب من الصوص بتاعه وهيطلع جميل جدا. وحطينا هنا قرن فلفل يدينا نكهة كده حلوة. يعني كل حاجات دي انت بتحطيها، طبعا احنا قلنا الاكل ما فيهوش كتالوج، الرغبة بقى بتاعتك، بس ايه الواحد ما يفتكس يعمل حاجات بسيطة. هنبتدي بقى نلم الكيس كده زي البليسيه، ونديله كام تخريمة خفيفة، خرمين 3 بس كده هو بسن السكينة، وحاولي ان هو ما يتفقعش منك يعني الكيس. بس هنبتدي بقى نلم الكيس بالقابض ده بتاعنا ونربطه، ونكون الحاجة اللي هنحطها فيها مثلا صينية ألمونيا، صاج فرن، اي حاجة موجودة هنحطها فيها، هنشيله كده ونحطه فيها. انا حطيته هنا في البايركس بس، وتكون الفرن بقى انت مسخناها جدا، واول 10 دقايق حطي فوقيه غطا، بعد الاول 10 دقايق شيلي من فوقيها الغطا. هنا استوت بقى وابتديت. اوعي وخلي بالك لان البخار بيطلع على الايد. شوفوا من غير تحمير ولا حاجة اللون جميل ازاي، بس الكاميرا ظالمة والله، التصوير في منتهى الروعة. شوفوا شكله جميل ازاي، واللون والريحة وطعمه جميل جدا جدا جدا، يعني ما يتوصفش، هتجربوه وتشوفوه. وادي هنا لما طلعناه بقى للتقديم، ريحته حلوة وجميل ومستوي، وحتى العظم بتاعه دايب سبحان الله، يعني جميل جدا ما بياخدش وقت معاكي. يعني لو عندك ضيوف او عندك حاجة بتحطيه وترتاحي منه وتعملي حاجة تاني. وابقوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.